يا مساء الحلوات صديقي العزيز، اهلا بيك معانا مع جينا من الاحياء. بص يا صديقي، انا عارف ان انت بتحب تحل كتير في الاحياء، فجايب لك كده حاجه حلوه تروق معاك الكلام. سواء كنت مشترك معانا فانت فرمت الاحياء وحليت كتير قوي على الفصل الاول، ولو انت مش مشترك فانت عندك فرصه لسه تفرم الاحياء تاني. ركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم عشان الكلام ده مهم. في كتاب معانا، كتاب مميز جدا ملم باغلب افكار المنهج، بل بالعكس عنده كم وباكج كبير جدا من الاسئله. وحط خط تحت الكلمه اللي هقولها دي، اسئله نسبه الهبد فيها قليله، نسبه الاخطاء فيها قليله، ودي حاجه مش سهل ان انت تلاقيها دلوقتي، خصوصا مع الصراع اللي داير في السوق. فركز كده معايا. بعد ما خلصنا مذاكره الجينوم فاحنا داخلين في معسكر هنحل فيه كتاب التميز. بتتكلم عن كتاب التميز، فهو كتاب لكل مؤلفينه جزيل الشكر، لانه طلعوا منتج كويس جدا من حيث تقييم الاسئله، من حيث طبيعه السؤال، من حيث استهداف المعلومات في المنهج. الكتاب ده في 300 سؤال، في اكتر من 300 سؤال على الدعامه والحركه هنحلهم. ده احنا مش هنحلهم بس، ده احنا هنفصصهم تفصيص على مدار 4 محاضرات. هتقدر تقول انك خلصت تقريبا 90 ل 95% من افكار الفصل ده. طبعا ده بالاضافه انك لازم تكون حليت مذكره الجينوم اللي بتجمع لك اهم الافكار والتركات واتقل الافكار اللي موجوده معانا في فصل الدعامه والحركه. هتيجي تقول لي بقى يا مستر، طب ما الحل بتاعه على اليوتيوب وانا ممكن احل الكتاب مع نفسي. لا يا صديقي، احنا هنحله المره دي بطريقه مختلفه خالص. انت مش هتحل 300 سؤال، انت هتحل 300 فكره بانماطها والاحتمالات اللي ممكن تيجي فيها. يعني انا مش بمسك السؤال اقول لك الاجابه دي كذا والاجابه دي كذا، لا خالص. انت عندك 4 اختيارات، كل اختيار انا اخترت ده ليه وما اخترتش ده ليه واستبعدت ده ليه. طب هو ايه اللعب اللي ممكن نلعبه في السؤال؟ طب لو جاب كذا مكان كذا انا هعمل ايه؟ كل دي حاجات هتلاقيها في الكورس. يعني من الاخر روق على الكلام والحق اشترك. لو انت من الطلبه اللي موجوده معانا من الاول فانت كده كده الكورس هينزل لك في الاشتراك بتاعك. اما لو انت طالب جديد وحابب تشترك وتاخد الكورس فتقدر تتواصل مع السكرتاريه وتشتريه انفرادي. استودعكم الله واللي جاي شديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.